النهارده هناخد درس اللي هو مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها. خلاص. قبل ما نبدأ نوضح خط الأعداد تاني ونتكلم عليه شوية زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، وقلنا إن خط الأعداد اللي هو اللي بنمثل عليه الأعداد الصحيحة. بنقول إن الصفر في المنتصف، على يمين الصفر الأعداد الصحيحة الموجبة، على يسار الصفر الأعداد الصحيحة السالبة. تمام كده؟ طيب، لما نتجه من السهم من اليسار إلى اليمين بالطريقة دي، معنى كده إن الأعداد مترتبة ترتيبا تصاعدي، يعني من الأصغر للأكبر، زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن الأعداد الصحيحة السالبة دي أصغر من الأعداد الصحيحة الموجبة. كذلك بينطبق الكلام على الأعداد النسبية. خلاص. يعني لما الاقي عدد نسبي اشارته سالبه، وعدد قصدي في صوره كسريه زي ما انت شايف كده ليس صحيح اللي هو سالب 2.5، وعدد اخر مثلا زي 3 و3 ارباع زي ما هو عامله لك كده، طبعا العدد الموجب بيكون اكبر من العدد السالب. خلاص. طيب، يبقى السهم، اتجاه السهم ده من اليسار الى اليمين كده الاعداد مرتبه ترتيب تصاعدي، يعني من الاصغر للاكبر. لو عكست الاتجاه بتاع السهم من اليمين الى اليسار الناحيه دي كده، يبقى الأعداد مترتبة ترتيب تنازليا، مترتبة ترتيب تنازليا، يعني من الأكبر للأصغر. خلاص. طيب، نفتكر مع بعض كده المرة اللي فاتت لما جينا نقارن ما بين الأعداد الصحيحة والصفر والأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة، قلنا احنا قلنا المرة اللي فاتت إن الصفر بيكون أكبر من أي عدد سالب، يعني الصفر أكبر من سالب 2، أكبر من سالب 1، أكبر من سالب 3، أكبر من سالب 100، وهكذا. كذلك برضو الصفر أكبر من سالب مثلا 1.5، أهو ده عدد نسبي أهو. أكبر مثلا من سالب 5 و3 أرباع أهو. تمام، نفس الفكرة بالظبط. طيب، خدنا برضو وقلنا إن الأعداد الصحيحة الموجبة زي موجب 3 مثلا بتكون أكبر من سالب 7 اللي هو الأعداد الصحيحة السالبة. طيب، لو أنا جيت حطيت مثلا عدد زي ده كده 1.3، يعني 1.3، هل بيكون برضو أكبر من سالب مثلا 2.5 و2.5؟ اه برضو، لان الاعداد الموجبه زي ما اتفقنا بتكون اكبر من الاعداد السالبه. خلاص، جايبها لي بقى صحيح، جايبها لي بقى نسبيه عشريه زي ما انت شايف كده، برضو بتكون اكبر من الاعداد السالبه. خلاص. طيب، لما نيجي نقارن بقى ما بين الأعداد السالبة وبعضها، يعني مثلا يقول لك -5 وهنا -3، مين الأكبر؟ طبعا السالب 3 زي ما خدنا المرة اللي فاتت. طب هل دي بتختلف عليها في الأعداد النسبية لما يكون جايبها لي في صور كسرية، مثلا يقول لي مثلا -2.5 وهنا مثلا -4 مثلا؟ لا، هي نفس الفكرة بالظبط. لو أنا بصيت كده هلاقي من غير الإشارات، يعني هغمض عيني عن الإشارات خالص، أعتبر إن دي 2.5 وهنا 4. مين الأصغر؟ ال2.5 أصغر من ال4 ده بدون الإشارات. طب لو أنا جيت رجعت الإشارات يبقى الصغير هو الكبير. يعني أنا قلت ال2.5 ديت هي أقل من ال4، بس لما نحط الإشارة بنعكس بقى السالب، يبقى السالب 2.5 بيكون أكبر من السالب 4. تمام؟ تمام. طيب، تعالى نشوف كده الملحوظات اللي هو كاتبها لي هنا، نمر عليها واحدة واحدة. بيقول لي إن أي عدد موجب أكبر من الصفر، الكلام ده قلناه قبل كده. كل الأعداد الموجبة اللي هي بتقع على يمين الصفر بتكون أكبر من الصفر، بينما أي عدد سالب أصغر من الصفر، لأن الأعداد السالبة تقع على يسار الصفر، فبالتالي كل الأعداد السالبة أصغر من الصفر. تمام كده؟ طيب، لمقارنة بقى أي عددين نسبيين بدون استخدام خط الأعداد هنستخدمها إزاي؟ بيقول لك لما يكون الإشارات مختلفة. لما تكون الإشارات مختلفة يبقى العدد الموجب أكبر من العدد السالب. زي ما هو كاتب لك كده -9 وهنا سبع، طبعا السبع اشارته موجبه انما التسعه سالب، فعلى طول وانا مغمضه عيني السبع بيكون اكبر من -9. خلاص. مثلا 3 على 8 وهنا سالب ربع، من غير ما افكر انت موجب الربع انت سالب، لا ابعد عننا، الثلاث اتمان هي الاكبر لانها اشاره موجبه. طب -5.9 وهنا 0.8، انت عندك هنا ده بالموجب انما دي بالسالب، الموجب اكبر، فيبقى ال0.8 اكبر من -5.9. تمام كده. دي ملحوظة كمان. اللي بعده بيقول لك ان العددان في صورة على ب ولهما نفس المقام الموجب، فإن العدد الذي له بسط أكبر يكون هو العدد الأكبر. إيه الكلام الكبير ده؟ يعني مثلا لما يديني مثال زي ده 3 على 7 و8 على 7، تمام كده. مين الأكبر؟ والله أول حاجة هو بيقول لي لو العددين النسبيين دول لهم نفس المقام يبقى البسط الأكبر هو الكسر الأكبر. طب ما الكلام ده أنا واخداه في تالتة ابتدائي، وفي لما اتعلمت المقارنة والكلام ده.
صح، هو زي ما انا خدتها بالظبط، مفيش تغيير. ايه التغيير والجديد؟ على ايه؟ على الاشارات بقى. طيب لو انت عندك مثلا سالب تسع وهنا سالب خمسة، دي بتلخبط سيكا بقى. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي بنقول هنا السالب تسع والسالب خمس، وانا عندي لما يكون البسوط هي اللي موحدة، خد بالك بقى، احنا متعودين نقول ان المقام لما تكون البسوط موحدة المقام الأصغر يبقى هو الكسر الأكبر، صح كده؟ هنا هنعكس عشان الإشارات السالبة، احنا كنا لما بنقولها بالموجب أهو، بص كده عشان ما تلخبطش السنة اللي فاتت، بنقول لما تكون البسوط موحدة يبقى المقام الأصغر هو الكسر الأكبر، صح؟ طب السالب لما اتحط، لا ده السالب يقلب لي الموازين كلها، خدت بالك؟ فهيكون السالب تسع هو الأكبر من السالب خمس. تمام كده؟ طيب لو جينا بصينا على اللي تحتها، العددان في صورة إعلابي ومختلفان في البسط والمقام، بنوحد المقامات. طب في ما فيش طريقة غير توحيد المقامات دي؟ في طريقة سهلة جدا اللي هي بتاعة المقص. تمام، كنا بنعملها السنة اللي فاتت. يقول لك مثلا 2/3 وهنا 4/5. طب أعرف مين الكبير بقى؟ لا بسوط زي بعضها ولا مقامات زي بعضها. طب أعمل إيه؟ المقص على طول كده. كده بص بعمل إزاي؟ ببدأ من تحت 3 في 4 ب 12 وأحط ال 12 فوق هنا كده. 5 في 2 ب10 وتحطي لي ال10 فوق هنا كده. مين الأكبر، ال10 ولا ال12؟ خلي بالك الأعداد موجبة، يعني زي ما أنا خدت زمان بالظبط. ال12 الأكبر. طب ال12 ده ناحية أنهي كسر؟ ال4/5 ولا 2/3؟ لا يا مس، ده ناحية ال4/5. إذا الكسر 4/5 أكبر من الكسر 2/3. خلاص كده تمام. طيب لو جينا بقى بالسالب، زي مثلا زي ما هو كاتبه لي كده، سالب 3/4 وهنا سالب خمس. مقص، ادي المقص بتاعك اهو. نفس الفكرة بالظبط. بص كده، سيبك من الإشارات خالص دلوقتي. 4 في 1 ب4، 5 في 3 ب15. ارجع حط السالب بقى. سالب 15 وهنا سالب 4. مين الأكبر؟ هاي أنس، مين الأكبر؟ السالب 4 ولا السالب 15؟ نعم. إيه سالب 15. يا قصدي راجل، سالب 4. سالب 4. سالب 4. كده فهيكون السالب خمس هو الأكبر من إيه؟ من سالب 3/4. تمام؟ خلاص؟ تمام. طيب في ملحوظة من هنا مش فاهمها؟ لا فاهم. أوكي. طيب تعالى نكمل الشرح. نطبق عليها الأول جزء المقارنة ده ونرجع تاني للإيه، للشرح. هبقى صفحة معايا 58 ويلا بينا نبدأ. قارن باستخدام أكبر أو أصغر أو يساوي. بيقول لك 5/3 وهنا 2/3. دي المقامات موحدة يا ميسي، يبقى والعددين النسبيين دول موجب، صح؟ فيكون البسط الأكبر هو الكسر الأكبر. دي ما عنديش فيها مشكلة. التلاتة زي التلاتة، هنا البسط 5، البسط هنا 2. مين الأكبر؟ طبعا ال5/3، فده الأكبر. طب صفر ولا سالب 4 يا أنس؟ صفر ولا سالب 4؟ مم. إيه صفر. صفر طبعا، لأن احنا قلنا الصفر أكبر من إيه؟ من كل الأعداد الإيه السالبة. طيب 3/5 4/7 قلنا هنعملها ازاي؟ على جنب كده عشان ايه؟ نشتغل براحتنا. هنعمل ايه؟ فكرني كده، لسه شارحينها دلوقتي وحالا. ها قلنا بنعمل ايه لما يكون البسوط ايه. مختلفة والمقامات مختلفة؟ بنعمل ايه؟ نعمل المقص، او بيقول لك وحد المقامات، بس احنا هنعمل المقص. بنضرب 7 في 3 ب21. ركز معايا. و5 في 4 ب20. مين الأكبر، ال20 ولا ال21؟ ال21. طب ال21 ناحية مين؟ الكسر 3/5، فإذا ال3/5 هو الكسر الايه؟ الأكبر. تمام. تمام. اوكي. حرف الياء هنا -33.7 وهنا -2.4. هتقدر تقول لي مين الأكبر؟ إيه -2.4. شاطر، برافو عليك. حرف الميم. إيه 7.2. 7.2. تمام، لأن الموجب صح. عين -11/13 وهنا -10/13. سالب 11 على 13. سالب 10 على 13. اه مين سالب الأكبر؟ هم. سالب 10 على 13. تمام شاطر. العمود الثاني. 2.
2.5 صفر، 0.25. تمام. آه، ها، من الأكبر؟ 2.5. الاتنين ونص، صح. طيب 7/9 وهنا 7/8، مين الأكبر؟ 7/8. 7/8، صح. اللي بعده. 4/9 ولا 3/3؟ تمام. طب انت عملتها ازاي؟ لأن 3 أكيد يعني أكبر من ال4 على كده. لا، ما تقولش كده، مش اكيد ولا حاجه. بص انت بتعمل ايه، ادي 4/9 وادي التلاته دي اللي هي مقامها بواحد، اعمل المقص اهو. 9 في 3 ب27، وهنا 1 في 4 ب4، مين الاكبر؟ ال27. صح، اللي هي ناحيه التلاته، فالتلاته اكبر. خدت بالك؟ ده رد مقنع اهو. حرف الكاف، يلا. آه، -8، سالب 8/10. 8. 0.8. تمام، لان ده موجب. اللي بعده. -6.5. ها، -6 و7/10، مين الاكبر؟ سالب سالب 6.7. لا، -6.5. بص كده، -6.5 اللي هي دي يا أنس، النص اللي هي 5/10. وهنا -6 و7، صح. احنا بنقول الصغير بيبقى الكبير عشان أعداد سالبة، صح كده؟ فيكون ده الأكبر. تمام. حرف الفاء، يلا. هنا -4 وهنا 5/7. 5/7 -4. لا، خلي بالك الكسر ده بالموجب، هنا بالسالب. صح، يبقى لا، اللي بالموجب أكبر. اه طيب جيم. اه جيم 3 و4/10. 7/8. آه، دي أعداد موجبة، أعداد نسبية موجبة، فزي ما بقارن زمان بالظبط خمسة يعني. نعم. 5 و7/8. صح. اللي بعده. دي 5 دي 3، فدي الأكبر. -1 على 9. لا، -6 واحد على وربع. طول. مين آه، الأكبر؟ -1 وتوبس. تمام. اللي بعده. 8 و8. 8 و مين الأكبر؟ 8. 8 و8/10. حرف 8.8. اللام. 1 ونص. 1 ونص. تمام. حرف السين. آه، -3 و3. قصدي -3 و4/5. -3 وإيه؟ -3 و4. 3 أو 3 على 4. و3/4. طيب لو جينا بصينا كده هتلاقي ده سالب وده سالب. طيب الكسور، -3 و-3 دول زي بعض. الكسور بقى 4/5 وهنا 3/4. لو جيت بصيت هنا كده هلاقي 5 في 3 ب15 أهو. عملت المقص ده أهو. و4 في 4. و4 في 4 بكام؟ ب16. طبعا الصغير يبقى هو الكبير، فيبقى -3 و3/4. صح. اللي بعده. اه آه، -7 وهنا -8، مين الأكبر؟ سامسونج. سالب سالب صوب.
صح، احنا حلينا لام، حرف اللام حليناها. إيه حرف اللام. اه. تمام، قلنا 1.5 أكبر من -1. تمام ماشي. هنفصل وندخل تاني.